ولذلك بنقول نسبه الامان عاليه ليه؟ والعمليه تتعمل مش من الظهر، من الجنب. يعني ما بنخشش الظهر خالص، العمود الفقري. فنسبه الامان عاليه ليه؟ بيدخلوا بطريق غير مباشر، يعني طريق زي ما مباشر من بنقول. الجنب، مش من الظهر على الغضروف، لا من الجنب. ودي الكمبيوتر ورانا الموضوع ده، الاشعه المقطعيه ورتنا ان في سكه للغضروف من الجنب نقدر نخش منها لو اتبعنا هذه الطريقه وهذا المكان. حضرتك تقدري تخشي الغضروف من غير ما تلمسي حاجه خالص، لا عظمه ولا عضله ولا عصب. فعايز اقول نسبه الامان العاليه محبذه جدا للناس، ان كل الناس خايفه من العمليه، رغم ان العمليه ليها فوائد وليها زي ما قلنا ليها بتتعامل مع الحالات المتقدمه جدا اللي ليس لها علاج غير الجراحه. ولذلك بنقول لا دي تعتبر طفره علاجيه خطيره الحقيقه. يعني الواحد مثلا ممكن يقي نفسه من انه يعمل عمليه جراحيه كبرى زي فتح الظهر، لا دي تبقى عمليه يعني يعتبر طفره جامده جدا في العلاج. بكل تاكيد. عايز اقول لحضرتك ما فيش حاجه في الدنيا في الطب بتطلع غضروف وتديه العيان في ازازه الا الجراحه والشفط.